بصوا يا جماعة، أنا عشان المقلب فكرته مختلفة شوية وهو صعب إنه يتصدق بسهولة، فأنا هعمل احتياطاتي بقى على كل حاجة غير لك طب اسمك خلاص يعني. هنختار لك اسم جديد. في ايه يا ماما؟ مامي مين يا بنت؟ انت مش شايفة نفسك ولا انت باغلة؟ انت مين اللي اداك اذن اصلا انت تلمسني؟ انا ابني. انت مش ابني، انا اول مرة اشوفك. بقول لكم ايه، انتوا لو ما وديتونوش مكان ما جبتوني انا هوديكم في 60 داهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة أنا وفريدة جايين عشان نعمل في ليلي وأحمد مقلب. فاكرين طبعا انتوا موضوع المقلب اللي عملوه فيا بتاع البرجر، فأنا قررت أنا وفريدة نرد لهم المقلب ده. بس أنا بقى جات لي فكرة عبقرية هعملها لكم إن شاء الله، يا رب تنجح، هتبقى حلوة قوي. أنا همثل عليهم يا جماعة إن أنا فاقدة الذاكرة. ايه استنى يا جماعة بالراحة كده، هنشرح مع بعض الفيديو. هم المفروض دلوقتي جوه عندهم جلسة افتراضية في المبادرة بتاعة البرمجة دي. طبعا كلكم عارفين الجلسة دي، فهم طبعا ملهيين دلوقتي، هيقعدوا لهم 2.5 ساعة على ما يخلصوا. المفروض ان هم بعد ما هيخلصوا المفروض احنا نازلين عشان نروح نجيب مشتريات المصيف. تمام. انا بقى في الوقت ده هعمل ايه؟ انا حطيت لهم دلوقتي كاميرات في الاوض بتاعتهم عشان يعني اصورهم بقى وهم بياخدوا الجلسه لقطات كده، واشوف برضو هم يعني هيبقى رد فعلهم ايه على المقلب وكده. تمام. هزرع كاميرات في الريسبشن 2 أو 3 برضو عشان نصور كل حاجه هتحصل. طبعا انتوا تهتوا مني ومش عارفين ايه اللي المفروض يحصل. انا دلوقتي هم بعد ما هيخلصوا الجلسه انا هعمل نفسي ان انا راحت عليا نومه وانا بستناهم عشان هنخرج. فهم لما هيجوا بقى يصحوني، اول ما هيصحوني هيلاقوني ايه؟ فاقده الذاكره. همثل عليهم بقى على طول الخط ان انا مش امكم بقى وفاقده الذاكره، ومش عارفه بقى هم رد فعلهم هيبقى عامل ازاي. يلا بقى بينا نبدا المقلب. بس قبل ما نبدا تعالوا كده نشوفهم في اوضهم ايه الاخبار، قاعدين والدنيا تمام، عشان ابدا اجهز هنا واحط الكاميرات عشان ابقى ضامنه ان مفيش حد سامعني او شايفني. بس قبل ما نبدا ما تنسوش اللايك شير والشير، سبسكرايب وكومنت، فعلوا زر الجرس عشان يوصل كل جديد. فريده انا عايزاكي تمثلي بقى تمثيل ما تبينيش خالص ان احنا بنعمل مقلب، ماشي؟ يلا بينا حبيبتي، يلا بينا. دلوقتي يا جماعه كل واحد قاعد في اوضته بياخد الجلسه بتاعته. تعالوا يلا نشوف هما بيعملوا ايه. دلوقتي بقى يا جماعة نحط الكاميرات عشان المفروض ان هما كمان شوية هيخلصوا وهيجوا، عشان المفروض ان احنا هننزل زي ما قلت لكم. انا في الوقت ده بقى هكون عاملة نفسي نمت شوية، وان لما نمت شوية دول صحيت فاقدة الذاكرة. بصوا يا جماعة، أنا عشان المقلب فكرته مختلفة شوية وهو صعب إنه يتصدق بسهولة، فأنا هعمل احتياطاتي بقى على كل حاجة، ومضطرة أكمل في المقلب عشان أثبت إن هو مقلب، لأن أنا متوقعة بنسبة كبيرة إن هم ما يصدقونيش في الأول. فأنا هاخد احتياطاتي وهعمل إيه؟ بدل ما كنا بنحط الكاميرات في الأماكن المعتادة بتاعتها، انا خايفه بصراحه ان هما اول حاجه يفكروا فيها ان هو مقلب ويقوموا يدوروا على الكاميرات. انا برضو هتلاشى النقطه دي، فهحط الكاميرات المره دي في اماكن ما حطيناش فيها الكاميرات خالص قبل كده. انا هحط الكاميرا الصغيره دي احطها هنا. تعالوا معايا كده، انا فكرت لها في مكان بحيث ان هي ما تبقاش باينه خالص وتكون جايبانا. هو انا حاسه ان التصوير هيبقى بعيد شويه، تمام، والصوت هيبقى ايه، ممكن مش واضح شويه، بس ايه
انا هحاول على قد ما اقدر هعمل لها تيست طبعا دلوقتي عشان اشوف الصوره عامله ازاي. تمام. فالمكان بتاعها كده مخفي، واعتقد ان محدش هيكتشفه بسهوله. تعالوا بقى كمان المكان التاني اللي احط فيه الكاميرا الكبيره. تعالوا كده ورايا. احطها هنا. انا برضو خايفه من حته ان المسافه تبقى بعيده وكده، بس هحاول على قد ما اقدر ان انا اظبط الفيديو ونجيب المقلب واضح يعني. تمام. احطها هنا عند الشجره دي بحيث ان هي ما تبقاش باينه لاي حد. وهعمل لها تيست برضو واشوف الزاويه اللي المفروض هتبقى اوضح بالنسبه لنا واجيبها. تمام. او نجيب بقى الطرحه عشان احطها فوق الكاميرا، عشان برضو احمد ابني قرد شويه بيقعد يدعفس في الحاجات وممكن يجيبها. هي الفكره ان هو من اي زاويه من المكان هنا، لو بصيت كده، لو عملت كده، لو دورت مش هشوفها. بس برضو هعمل احتياطاتي واحط الطرحه عليها. هظبط بقى انا كل حاجه واعمل تيست للكاميرات. تمام. وبعدين هنبتدي المقلب على طول. انا طبعا هقعد استناهم لما يخلصوا. هما خلاص قربوا. المفروض انا هقعد في مكان هنا، والمفروض راحت عليا نومه ونبدا على طول. انا مش هدخل لهم ولا اي حاجه. انا ممكن نجيب بقى الكاميرات اللي انا حطاها في اوضهم وكده، من وقت للتاني نجيب لهم لقطات كده. بس انا مش هروح لهم، انا هستناهم هم يجوا عشان يبقى كل حاجه مضمون ان هي متصوره. ايه ده، انت خلصتي؟ لا، اخدنا بريك 5 دقايق. بجد؟ انا افتكرتك خلصتي. احنا هنمشي على طول بعد ما نخلص. انا مستنياكوا جاهزين اهو، مستنياكوا تخلصوا هنمشي على طول ان شاء الله. طب انا ما جعانه قوي، مش هلحق اكل كده حاجه بعد الجلسه. اللي شوفي لك اي حاجه في الثلاجه كلها وخلاص. انت كل حاجه، انت ما بتشوفيش وش غير لما بتقولي انا جعانه انا جعانه. روحي كل لك اي حاجه يلا. يعني انتوا خلاص لابسين وجاهزين هننزل على طول اول ما تخلصوا. يا جماعه انا اتخضيت جدا، افتكرتها خلصت. قلت لنفسي هعمل مقلب ازاي دلوقتي، المفروض ان هي تيجي وانا نايمه اصلا. الحمد لله. مامي صباح الخير، يلا قوم. انا خلصت الجلسه، هننزل ولا ايه؟ انت مين؟ انا مين؟ انا بنتك. انت بنتي؟ انا فين؟ انا بعمل ايه هنا اصلا؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ في بيتك مع بنتك، وبنتك اهي التانية، واحمد ابنك جوه. انت بتهزري؟ بنتي مين؟ انا ما اعرفكيش، انا اول مره اشوفك. ايه وانا اهزر معاكي ليه؟ ما انا بنتك بجد. انت في ايه؟ انا اول مره اشوفك. انت مين يا بنتي؟ اول مره تشوفيني يعني؟ انا ما عنديش عيال اصلا. مخلفه ايه؟ انت بتقولي ايه؟ انا بنتك. يلا حبيبتي، انت بس شكلك عشان لسه. يا جماعه انا فين؟ انت مين يا بنتي؟ انت خاطفاني ولا ايه؟ وايه اللي جابني هنا؟ اخطفك ازاي بس؟ استهدي بالله. انت عشان لسه صاحيه من النوم بس. يلا بس قومي كده، اغسلي وشك ويلا عشان لا لا لا، انا ايه المكان ده؟ ورانا تصوير. يلا ايه المكان ده وايه اللي جابني هنا؟ هننزل نروح فين؟ ده بيتك. بصي مش انا مش عارفه انا بشرح لك ايه. بيتي ايه؟ مش يعني في ايه؟ انت مين؟ انا بنتك ودي بنتك يعني. لا انا اول مره اشوفكم، انا ما اعرفكوش. في ايه يا ماما؟ وانت مامي مين يا بنتي؟ ايه ده؟ انت امي. احنا هنساعد على بعض. انا فين وبعمل ايه هنا؟ انتوا انا ايه اللي جابني هنا؟
انت مين؟ هو ايه اللي انت مين؟ ودي مين كمان وبتعمل ايه؟ بنتي. وايه المكان ده؟ احنا اولادك كلنا. في ايه؟ انا مش فاهمه في ايه بجد. انا مش عارفه ايه المكان ده وايه اللي جابني هنا. ماما انا خلصت ومين ده كمان؟ مامي مين؟ العب عماله تقول لي انت مين يا ابني؟ انا ابنك، هو في ايه؟ ابني؟ أي... لا انا ما اعرفكوش، انا اول مره اشوفكم. انا اول مره اشوفكم، مش عارفه انا ايه اللي جابني هنا؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ ايه المكان ده؟ ايه؟ مكان غريب قوي. انت مين ومين اللي قاعد؟ ماما. بشر يعني. اوعى كده ما تلبسنيش. انت إيه؟ مين اللي اداك اذن اصلا انت تلمسني؟ انا ابنك. انت مش ابني، انا اول مره اشوفك. انتوا خاطفيني، انتوا خطفتوني. انا صغيره اصلا لو احنا خطفناك هنخطفك ازاي؟ هو ايه اللي هتخطفني ازاي؟ انت مش شايف نفسك ولا انت طويل كده ليه؟ انا خايفك اني هنجيبك هنا معانا. انا مش عارفه انا فين، رجعوني لاهلي ولا للناس اللي انتوا جايبيني من عندهم. مين لا عارف بتعمل ايه؟ هتلاقيها بترد بتعمل كده مقلب، بترد لنا المقلب بتاع البرجر اللي احنا عملناه. برجر ايه ومقلب؟ انتوا بتتكلموا عن ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. لا بس يا مامي كنت مختلفه بص تعالوا ندور على الكاميرات اللي هي حطاها. كاميرات أنا ايه؟ عارفة كاميرات ايه فين؟ وبتاع ايه؟ انا مش عارفه ايه المصيبه اللي انا فيها دي. انا ايه اللي جابني كده. هنا؟ مقلب ايه يا بنتي؟ طب استني، ممكن تكون حاطه كاميرا. انت يا ابني انت مين؟ انا ابنك. انا مين؟ انا ابنك. انا ما اعرفكش واول مره اشوفك. وايه الشنب ده؟ هتلاقيها حطاهم في حته ثانيه بس. وانت لابسه اسود كده ليه؟ انت جايه من عزا ولا ايه؟ ممكن تكون حطاها في الانتريه. يا ابني رجعوني لاهلي. انا ايه اللي جابني هنا؟ انتوا مين اصلا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انا مش فاكره اي حاجه. انا مش فاكره اي حاجه. ما اعرفش انا مين. طيب يعني طب ساعدوني طيب قولوا لي انا مين. انا مين وايه اللي جابني هنا؟ مامتنا. انتي مامتنا. انا اسمي شيماء. ايوه ده اسمك بيتك. شيماء. ايه الاسم ده؟ ماله الاسم؟ مش عاجبني. هنغير لك اسمك. طب خلاص هنختار لك اسم جديد. في ايه يا ماما؟ مامي مين يا بنتي؟ انت مش شايفه نفسك ولا انت باغله؟ بتضحك على ايه يا طويل يا هبل انت؟ انتوا مين اصلا وجايين منين؟ جايبه منين ازاي؟ او ايه اللي جابني هنا اصلا؟ مش فاهمه اي حاجه. لا اله الا الله. ماما بصي انا مش عارف، ما اعرفش اعمل بس ايه يا ده ربي؟ اروح أكيد- فين دلوقتي؟ يعني انا مين اصلا؟ انا مين؟ طيب عرفوني. لا انا مش مصدقاكم. شيماء ومامتنا احنا الثلاثه دول. لا مش فاكره اي حاجه من اللي انتوا بتقولوها دي اصلا. مين دي؟ فريده بنتي كده. يا ربي يا ربي. يعني انا فجاه كده الاقي عندي 3 وتقولوا لي ان انتوا ولادي. لا انا حاسه انتوا بتكذبوا. ازاي يعني؟ عندي 3 ولاد. انا حاسه انتوا بتكذبوا. ما انت فعلا عندك 3 ولاد. لا استحاله. انا مش فاكره ان انا اتجوزت اصلا. اساسا طب أيوة. كام سنه مثلا دلوقتي؟ لا انا مش عارفه برضو انا عندي كام سنه. انا اصلا مش عارفه ايه اللي جابني هنا. بصي يا ماما، ومش فاكره اصلا قبل ما ابقى هنا انا كنت فين. يعني ايه كنت فين؟ يا دماغي مش قادره. كابوس. حاسه ان انا في كابوس بحلم. ليه كمان؟ يا رب اكون بحلم وهصحى. يعني انت عايزه تقنعينا دلوقتي ان انت يا مامي فقدتي الذاكره خلاص مفيش؟ مامي مين يا بنتي؟ اسكتي. ما تقوليش يا مامي دي خالص بتعصبيني. طيب ماشي. يا ربي مش عارفه انا فين وايه اللي جابني هنا. مش عارفه في ايه. دماغي هتنفجر. دلوقتي يا جماعه هم دخلوا اوضهم، والكاميرات اللي انا حطاها في الاوض عندهم هتبين رد فعلهم الحقيقي. هيتكشفوا. اكيد لا. هو ايه ده يا ليل؟ يا عم هتلاقيها بترد لنا المقلب اللي احنا عملناه فيها وخلاص. اصل اكيد يعني ما كل ده ما حصلش فجأة يعني. هو ممكن، بس يعني
احنا دورنا على كاميرات وما لقيناش حاجه خالص. ما انا مش عارفه، بس يعني اكيد مش في يوم وليله عشان نمت شويه وصحيت فقدت ما الذاكره هو يعني. ممكن يحصل حاجه فعلا كده. لا ما اظنش يا عم، بقى زي ما قلت لك لا هتلاقي- ممكن مقلب بس. لا ما احنا دورنا على كاميرات في كل حته برضه. الفكره ما مش في لقيناش كاميرات، ولا ما حاجة. ممكن تكون هي حاطاها في اي حته تانية. اصل الموضوع مش منطقي، مش منطقي فجاه هتصحى هتلاقي نفسها بقى فقدت الذاكره ومش فاكراها ان احنا ولادها، يعني مش فاكره اي حاجه ولا حتى فاكره اسمها يعني. ده اكيد في حاجه غلط، اكيد مقلب، مفيش حاجه، مفيش دليل تاني انه يثبت ان هي ممكن تبقى حاجه طبيعيه بجد. لان مفيش حد كده يا احمد، مفيش حد فجاه في يوم وليله فقد الذاكره كده. هو انا نفسي اصدق كده والله، بس طب مش عارف والله، يعني عادي يحصل كده. لا مش عادي، ما ده اللي خليني مش مصدقه. الفكره انها مصره، انا ما اعرفش هي مصره ليه بقى يعني. يعني ما هو الاصرار بتاعها بقى ده غريب، غريب مصرة يعني. ما ايه طبيعي يعني، ما هو برضو نفكر نحط نفسك مكانها انها بتعمل فينا احنا بقى، فلازم تصر عشان احنا نقتنع. فهمت؟ بس برضه هي الاصرار مش بس طبيعي هي بتاعها. اصرارها بجد يعني، يعني مصرة غريب، بطريقة غريبة. ايوه مش عارفة. يعني اصرار مش طبيعي يعني. طب بقول لك ايه رايك نشوف حالها بره دلوقتي؟ طب ماشي. ماشي. بقول لكم ايه، انتوا لو ما وديتونوش مكان ما جبتوني انا هوديكم في 60 داهيه. لسه انا مكملة برضه في اللي بيحصل ده. مامي مين يا بنتي؟ قلت لك انا مش منطق، انا ما اعرفش انت جايبه الكلام ده منين. يعني ايه يا ربي انا مين؟ يا ربي انا مين؟ طب قولوا له اي معلومه طيب عني، انا نفسي اعرف انا مين. تعرفي عني ايه؟ شيماء ومامتنا. يا ابني شيماء مين؟ ثلاثة. لا انا ما اعرفكوش، انا اول مره اشوفكم بجد. لا انا مش مصدقه اللي انتوا بتقولوه ده. طب قولوا لي اي معلومه عني، قولوا لي اي حاجه طمنوني. احنا طيب اولادك وده بيتك وانتي ست بيت متجوزة بقالك كتير. متجوزه بقالي كتير وانتوا ولاد، انت بتقولي لي معلومات انا مستحيل اصدقها. ليه انت اللي بتسألي عن المعلومات. يعني هنكدب عليكي برضو؟ يعني لا انا حاسه ان انتوا خاطفيني من اهلي صح؟ ماما خلاص وطالبين فديه. هنجيبك منين وهنخطفك ازاي اصلا؟ ماما خلاص كفايه بقى يعني. مامي بقول لك ايه، ما تقوليش الكلمه دي بتعصبيني. هجيبك من شعرك بالسواد اللي انت لابساه لي ده. يا رب انا مش عارفه اعمل ايه بس، واروح فين واجي منين؟ طب انا لو خرجت الشارع دلوقتي يعني ممكن افتكر اي حاجه؟ اصلا مش فاكراكوا ولا فاكره اي حاجه عنكم، انا ما اعرفش يعني، مستغرباكوا قوي. يعني انا فجاه كده الاقي نفسي عندي 3 اولاد وكبار، ما اعرفش، مش مستوعبه، عقلي مش مستوعب. لا اله الا الله. اعمل ايه؟ طب اروح فين دلوقتي؟ انا مش عارفه حتى لو خرجت ولا طلعت في الشارع دلوقتي اروح لمين؟ حاجه قبل ما صحيتي؟ لا مش فاكره اي حاجه خالص، دماغي ممسوحه حرفيا، مفيش اي حاجه فاكراها. انا ما اعرفش، حاسه ان انا جايه من عالم تاني. حتى انا مش فاكره العالم التاني اللي انا كنت فيه، مش فاكره اي حاجه. طب انا كده ايه يعني؟ انا كده مريضه؟ عندي حاجه؟ انا مش عارفه يعني هو انا كده فاقده الذاكره يعني، ولا عندي الزهايمر؟ بجد مش فاكره ان احنا اولادك؟ لا مش فاكره بجد، لو فاكره هقول لكم. هو انا يعني هخبي عليكم ليه حاجه زي كده؟ بجد مش عارفه. طب ساعدوني، طيب يعني ساعدوني باي حاجه. طب احنا اولادك، أيوة. هنساعدك بايه؟ احنا اولادك. ما انا مش عارفه، مش مصدقه ان انتوا ولادي، انا مش مصدقاكوا، حاسه ان في حاجه. خلاص يا ريري، خلاص يا احمد، دي مامي عامله فيكم مقلب. فريده انت ايه فريده؟ هما صعبوا عليكي يعني؟ صعبوا عليكي عشان كده قلت له؟ والله كنت سيبيني اكمل يا فريده، انا كنت حابه الدور ده قوي. والله والله العظيم. تعملي ايه؟ مش يا بغل. طب
ايه رايك في الشنب اهو بقى؟ ايه رايك؟ هو حلو قوي على فكره. واخضر مش عارف ايه ولا العجله وبتاع. انا كان نفسي اكمل، لا انا كان نفسي اكمل المقلب ده. ايه فريده انت ايه اللي خلاكي تقولي بقى المقلب ده ما دخلش دماغي علشان تبقي فاهمه يعني ان انت سوسه بس احمد كان بيجي له اوقات كده دماغه ايه تسرح. لا بصراحه انا حسيت ان قلقت شويه. لا وانا كنت عامله حساب كل حاجه بصراحه. بس بجد انا فين الكاميرات ده لو احنا بقى حصل بقى السيناريو ده انا حصل عارفه بجد. بالتمثيل. تعالي استنى شايفه الكاميرا اللي تحت الكرسي اللي تحت الترابيزه هناك الله. بعيد يا خالص دي. لهوي. أوه. وفي كاميرا هناك هي استحاله تعرفوا تشوفوها برضو بعيد. شايفاها؟ مش شايفاها صح؟ اهي تعالي بس سيبها. هاي ايه رايكم فيا بقى؟ ايه رايكم يا جماعه في المقلب؟ وحش قوي. ايه ده انا كنت عايشه الحاله ومستمتعه طب جدا. لو السيناريو حصل بجد اصلا ده كله هيحصل ازاي؟ هو ايه؟ الاساس لو السيناريو حصل. ما انا قعدت اقول سيناريو ايه؟ انا كنت اصلا أنا كنت كأن- ايه اللي حصل قبل ما ما هو اللي حصل ان انا كاني نمت، ولما نمت النومه دي هي اللي غيرت لي بقى حياتي. حصل حاجه. انت كلت ايه قبل ما تنامي؟ مش بتشوف في الافلام مثلا الناس بتقوم نايمه تلاقي نفسها في عالم تاني ومكان تاني وبتتعامل مع ناس تانية؟ كمان بتفرج على افلام كتير صح؟ افلام خيال علمي. انا حاسه ما دخلش المقلب. ما هو كان واضح ان هو ما دخلش المقلب ما دماغي. عجبنيش. ما اكيد مش هيعجبك، ده معمول فيك. ما انتوا لازم تقولوا كده. بس انا عايزه اقول لكم انا عشان عارفاهم هما الاثنين، عارفه اولادي يعني فهمهم. فكره تانية. لا فهمهم كويس. فاحمد بصراحه دماغه اللي هو بدا يخاف. بحس دي لا دي سوسه مش خلاص. مصدقه خلاص بقى بلاش اصل ما فيش انسان طبيعي ينام ويصحى ينام. فريده بقى ما اعرفش قاعده ساكته طول الوقت ما بتعملش اي حاجه فمش باين على اي رياكشن. ما تمثلي معايا يا بنتي، ما احنا متفقين مع بعض مع بعض على المقلب. لا انا متفقه معاها على المقلب. المفروض ان هي كنت لسه رايحه تساعدني، انما هي ماسكه الايباد وقاعده تتفرج وخلاص. مش المفروض تقوم قايله انا بنتك يا لا مامي؟ هي اللي فضحتني. ايوه هي اللي كشفت المقلب. ما اعرفش ايه ده. انا استغربت اصلا فجاه. خلاص يا ليلى، خلاص يا احمد، ماما عامله فيكم مقلب. طب هو ايه ده؟ احنا متفقين مع بعض. ده انت شريكه مش كويسه على فكره. اكشفي مامي بقى كل مره. ما انتش متغديه النهارده. لا بس انا حاسه ان المقلب عجب اصحابنا. هم طبعا يا جماعه الكون وسط. انا طلبت منك تختم. ان شاء الله انا حاسه ان هو عجب اصحابنا وهيقولوا ان هو المقلب جامد جدا وهيعجبهم جدا. واكتبوا لنا بقى كده في الكومنتات. لا الفيديو جاي مقلب. لا يا حبيبتي. انا وانت بقى نعمل مقلب على ماما. لا انا مش ليه؟ يلا نقفل الفيديو وشوفوا الحوارات بتاعتكم دي. وكده يا جماعه يكون فيديو النهارده او مقلب النهارده خلص، ويا رب يكون عجبكم. مقلب لايك وشير معمول في ايه؟ فعلوا غير الجرس اعملوا كل جديد. واعملوا كل جديد يا جماعه. انتوا اكيد فهمتوا هو ايه المطلوب. ماشي؟ هتوحشونا جدا وبنحبكم جدا. وباي. باي.